خدينا واحد الفكره غالطه على الاكل الصحي. تنسمعوا الاكل الصحي يعني شي حاجه باسله، شي حاجه ما بنيناش، شي حاجه ما تتعجبش الوليدات الصغار. فانا غادي نقربكم الاكل الصحي وكيفاش تبداو تاكلوا اكل صحي بدون ملل. خاصنا نعرفوا بلي ان كل حاجه اصطناعيه عندها البديل ديالها الطبيعي. هنا غادي نهضر لكم على العطريه او التوابل اللي عندها دور مهم جدا في البنه او اللذه ديال الاطباق ديالنا. في هذا الفيديو غنهضر لكم على التحميره او مسحوق الفلفل الاحمر. للاسف بزاف الناس الجهاز الهضمي ديالهم تيتحسس من هذا المنتوج وما بقاش يقبلوه نهائيا، وهذا تيدل على حاجه وحده وماشي جوج، هي ان التحميره البلديه الاصليه اللي كانت في الزمن القديم للاسف ما بقاتش، يعني ولا مجرد مسحوق او ملون اصطناعي وبعض النكهه الاصطناعيه اللي ولينا تنشري. الناس وعاو وفاقوا وعرفوا بلي ان الصحه ديالهم هي اثمن حاجه عندهم. الجسم ديالنا ماشي زباله اي حاجه ندخلوها ليها. طريقه التحضير ديالها سهله بزاف، يعني غير الفلفله الحمراء الحلوه يابسه تغسلوها تنقيوها تشمشوها ولا تدخلوها غير الفران وصافي وطحنوها وها هي واجده. انا خليتها بلا اضافات، اللي بغى يزيدها قطيرات ديال زيت الزيتون باش يبان ليها اللون ديالها يكون غامق اكثر والمذاق ديالها يكون اجمل. اللي بغى التحميره واجده فمرحبا بكم. ماريز اورغانيكس على قد الصحه ديالكم وعلى قد الريجيم ديالكم.